السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. فضيحة من العيار الثقيل، الاتحاد الجزائري يرضخ لقرار الكاف ويحط رحاله بالمغرب. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة وتدعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. أفادت يومية الخبر الجزائرية أن فريق اتحاد العاصمة سيتوجه إلى المغرب عبر رحلة جوية مباشرة على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية، موضحة أنه سيتمسك بموقفه الذي ألغيت بموجبه مقابلة الذهاب برسم نصف نهائي كأس الكاف. وشددت الصحيفة الجزائرية على أن فريق اتحاد العاصمة لن يلعب مقابلة العودة ببركان في حالة إصرار ارتداء لاعبي الفريق المغربي على ارتداء أقمصته المرصعة بالخريطة الرسمية للمملكة الشريفة، مشيرة إلى أن اتحادية وليد صادي باشرت إجراءاتها الإدارية من أجل تقديم شكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية طاس بلوزان. كما أوضح المصدر ذاته أن وفد اتحاد العاصمة الجزائري سيصل إلى مطار وجدة أنقاد يوم غد الجمعة، قبل أن تؤكد أنه سيقيم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة السعيدية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.